السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد. بس فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين كده أنا قاعدة وجاية بقى النهاردة علشان أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا 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 بالنسبة لي، وأكيد طبعا هيبقى برضو بالنسبة لكم مهم علشان انتوا طبعا بتعتبروني صاحبتكم وبتعتبروني اختكم، صح ولا لا؟ فاكيد الحاجه اللي يعني بتبقى مهمه بالنسبه لي اكيد بتبقى مهمه هي كمان بالنسبه لكم. زائد بقى ان انا يعني مش عارفه اخد قرار لوحدي ابدا ابدا، فقلت لازم ان انا اطلع اتكلم معاكم في الموضوع ده، وان انا اطلع يعني افضفض لكم عن اللي جوايا، عشان انا اللي هو ايه لازم اخد راي حبايبي. انا بعتبركم حبايبي واخواتي طبعا وعيلتي، فلازم اعرفكم ايه اللي انا ناويه عليه او ايه اللي بيدور في دماغي. المهم الفيديو بتاعنا النهارده مش هيكون لا تنظيف ولا روتين ولا في المطبخ ولا اي حاجه. فيديو النهارده هيكون حاجه خاصه بيا، انا حابه ان انا اطلع اتكلم معاكم فيها وحابه ان انا اخد رايكم فيها. اول حاجه عايزاكم تسمعوني للاخر، عايزاكم بس كده يعني لو بتعملوا حاجه خلصوها، لو مشغولين في حاجه خلصوا الحاجه اللي بتعملوها، لو في اي مكان كده روحوا واقعدوا في هدوء واسمعوني كويس قوي، علشان عايزه بجد انكم تسمعوني، لان انا بجد محتاره جدا جدا وحاسه ان انا تايهه وحاسه ان انا مش عارفه اخد قرار. مش ضعف والله مني ولا حاجه، بس الموضوع مش سهل، يعني التردد اللي انا فيه حاسه ان الموضوع مش سهل عليا، مش عارفه ليه. فاول حاجه بقى حطوا لايكات كتير على الفيديو قبل ما احكي لك الموضوع. قبل ما احكي لك الموضوع حط لايك للفيديو، تمام؟ علشان يعني احس كده واعرف ان فعلا انا صوتي والفيديو بتاعي وصل لناس كتير، تمام؟ فاول حاجه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فاكرين من تقريبا اسبوع او 10 ايام لما كنت بتكلم معاكم في فيديو وقلت ان انا في موضوع مهم قوي قوي اللي هو بالنسبه لي مصير حياه او حاجه كده، نقله جديده في حياتي، حابه ان انا اطلع اتكلم معاكم فيها واخد رايكم فيها بس شويه كده؟ فاكرين وقتها في ناس، يعني نسبه قليله جدا، يعني ما يكملوش 10 اشخاص كده ولا حاجه هم اللي تقريبا فهموا الموضوع والباقي ما فهموش. المهم انا بقالي تقريبا لو قلت لكم اكتر من 20 يوم مش هتصدقوني. بقالي اكتر من 20 يوم الموضوع ده شاغلني جدا، ويمكن ما بنامش كويس، يمكن مش عارفه اركز في حاجات معينه. الموضوع مسيطر على كل حاجه فيا اساسا. الموضوع ده بقى هو ايه؟ الموضوع ده هو ان بفكر مش انا لوحدي، انا وجوزي طبعا، ان احنا نستقر هنا. طبعا من البدايه خالص علشان بس الناس اللي ممكن تبقى متلخبطه، او حد مثلا كان بقاله فتره مش متابعني فتايه شويه يعني، او واحده مش مركزه في الموضوع. انتوا عارفين ان انا موجوده هنا في الشقه. اول يوم يعني وصلنا فيه هنا كنا جايين يوم 5/7، كنت جايه هنا يوم 5/7، يعني بقالي تقريبا النهارده 43 يوم، يعني داخله على شهر ونص. وانا جايه والله العظيم والله العظيم، علشان بس يبقى في مصداقيه في كلامي، ان محدش يفكر ده انت جايه بقى اصلا عشان كنت ناويه على كده. لا، انا كنت جايه اغير جو، اقعد في الشقه شويه بما ان احنا كده كده في اجازه، والصيف بقى، وان احنا نقضي اجازه حلوه، نخرج نتفسح نغير جو، فاهميني الحاجات دي. لكن لما قعدت هنا بقى ايه اللي جد بقى؟ هكلمكم بقى بكل ارتياحيه، واللي في قلبي هقوله، ومش هبقى مثلا حويطه، لا، احاول ان انا اتكلم على طبيعتي خالص. اول حاجه انا ممكن مثلا ابقى هنا شفت راحتي، يعني انا هنا مرتاحه جدا، مش عارفه، مش عشان خروج ومش عشان فسح، لا، اركنوا الخروج والفسح على جنب خالص. احنا كده كده لما نقعد ونستقر ده، يعني لو قعدنا واستقرينا، لا هيبقى فيه فسح ولا خروج ولا الكلام ده، لا، هنبقى خلاص بقى قاعدين، واحده قاعده، اسره كامله قاعدين في المكان، هنعيش بقى حياتنا الطبيعيه جدا. احاول انقل مدارس عيالي، احاول ان انا اظبط شغلي، جوزي، كل حاجه هتتسيستم وهتتظبط هنا. مش هنبقى كاننا جايين بقى اجازه نخرج ونتفسح والمسؤوليات اللي ورانا ننساها، لا، هنبقى قاعدين مقيمين هنا اقامه زي في اي مكان بالظبط. طيب ايه بقى الموضوع يا سماح؟ طب ما هو الموضوع سهل.
انتوا ممكن مثلا تتخيلوا دلوقتي او تقولوا طب ما الموضوع سهل، انت طالعه تاخدي راينا في ايه؟ طالعه اخد رايكم لان انا حاسه ان الموضوع مش عارفه صح ولا غلط. ده رقم واحد. رقم اتنين، اول مره في حياتي ابعد. انتوا عارفين ان اهلي هناك، اهل ابو مالك هناك. انا بنت وحيده، هو ولد وحيد. فالدنيا في شويه حاجات، عارفين انتوا اللي هو ايه، ممكن اهلنا مش متعودين ان احنا نكون بعيد. هم دلوقتي احنا بعيد بقالنا شهر ونص، بس بنروح ونيجي وبنكلمهم، وبرده لما نقعد هنا هنكلمهم وهنروح ونيجي وكل حاجه. بس اقصد هم حتى عارفين ان احنا قاعدين هنا اجازه، يعني عارفين ان هي ايه، شهر شهرين هنرجع تاني. بس لما يبقى في بقى استقرار ممكن الموضوع يبقى صعب عليهم، او ممكن يزعلوا او ممكن يتضايقوا، سواء كان اهلي او اهل ابو مالك. مش عارفه، دي نقطه. النقطه التانية، خايفه اندم. يعني مش عارفه، خايفه اندم. مش عارفه انا صح ولا غلط، بس انا قلت لكم انا هقول لكم على اللي جوايا وخلاص. انا خايفه اندم. هتقولوا لي يا سماح خايفه تندمي من ايه؟ ممكن مثلا اكون خدت قرار ارجع اندم عليه، ان انا لا، انا يا ريتني ما عملته، او يا ريتني كنت استنيت شويه، او يا ريتني كنت اخترت مكان تاني احسن من المكان ده ان انا استقر فيها وان انا اكمل حياتي فيه مع عيالي. النقطه الثالثه بقى، مدارس الولاد. انا اصلا الموضوع انا ما عادش عندي وقت. يعني احنا النهارده تقريبا 17/8 تقريبا او 16 مش عارفه. يعني انا في واحده صاحبتي قالت لي ان لو هتنقلي المدارس اخر النقل والورق والحاجات دي اخرها 20/8. فانا دلوقتي ما عادش عندي وقت. ومالك وساجد لسه صغيرين، ما عندهمش اللي هو ايه، ان انا اعرف اخد رايهم. هم مش هيبقوا مثلا شايفين الصح زيي انا مثلا وباباهم. هم احنا اللي لازم نبقى شايفين الصح. فانا برضو خايفه اظلمهم. مش عارفه، حاسه ان الموضوع بصوا متوهني وملخبطني ومش عارفه اعمل ايه. بالنسبه لشغلي انا خلصت لكم مثلا نقطه الاهل. بالنسبه لشغلي، هو شغلي هنا زي شغلي هناك. تصويري معاكم هنا زي تصويري معاكم هناك. بالنسبه للشقه الامكانيه مش هي، حتى الادوات اللي بطبخ بيها مش هي، ممكن تبقى الاضاءه مش هي، حاجات ممكن ان احنا نصلحها مع بعض، ممكن ان احنا نغيرها مع بعض. بس انا مش عارفه انا اعمل ايه. والله العظيم انا ما طلعت عملت معاكم الفيديو ده دلوقتي، انا طالعه اصلا حاسه ان انا متلخبطه، مش عشان عايزه ازوق الكلام او ان انا اروق الكلام وابقى عارفه انا بقول ايه. لا، انا طالعه معاكم بطبيعتي خالص. مش هعمل اصلا اي قط للفيديو، ولا هعمل اي مونتاج ولا قص ولا اي حاجه. انا هبقى معاكم كده على الطبيعه. بس انا الموضوع جديد عليا، اللي هو انا اول مره في حياتي همشي. انا من ساعه ما اتجوزت وانا موجوده في المكان هناك في البلد، جنب امي واخواتي وجنب اهل جوزي، فاحنا مع بعض موجودين. ساعه ما كنت بحس نفسي زهقانه شويه، لو حتى الساعه 10 11 بالليل اخد جوزي وعيالي ونروح نسهر عند امي، ننزل تحت عند حماتي، فهنا احس نفسي لوحدي. فهل ده طبيعي التوتر اللي انا فيه عشان الموضوع جديد عليا وان حاجه انا مش واخده عليها ولا ايه؟ بس تعالوا بقى نتكلم في الجانب الايجابي، او اللي هو ايه، هتسالوني يا سماح طب انت عايزه ايه؟ للامانه والله انا ما هكذب ولا حرف هكذب فيه. انا هقول كل حاجه بصراحه. انا من ساعه ما جيت هنا وانا مرتاحه جدا. انا زي ما هقول المميزات هقول العيوب، اللي هنا واللي هنا، عشان تبقوا يعني كل حاجه واضحه قدامكم، فتبقوا عارفين تنصحوني انهي بالظبط. انا من ساعه ما جيت هنا وانا مرتاحه قوي. يعني احنا من ساعه ما جينا هنا وانا الصراحه حسيت بفرق كبير جدا جدا جدا. حسيت براحه، يعني انا نفسي مرتاحه، نفسيتي مرتاحه، اللي هو ايه، مبسوطه في المكان. مش عشان خروج وفسح ومش عارف ايه والحاجات دي، لا، اركنوها على جنب. زي ما قلت لكم، احنا لما هنعيش في مكان مش عشان خروج وفسح، عشان نكون مستقرين في المكان هنا زي هناك. طيب ايه اللي مريحني وايه اللي مخليني مبسوطه وان انا المكان مريح اعصابي ونفسيتي؟ الناس اللي في الارياف او في القرى، الناس اللي الفلاحين يعني بمعنى اصح، اللي بيبقوا عايشين في مكان قرى وارياف، الناس اللي اكيد منكم ليهم قرايب عاشوا تجربه زي كده، راحوا الاماكن دي، عارفين ان القرى والارياف بيبقوا على قدهم شويه. مش مثلا امكانيات عندهم مش زي المدينه، يعني القريه حاجه والمدينه حاجه. طيب ازاي؟ او ان انا اوضح لكم اكتر، يعني مثلا لو انا احتجت حاجه الساعه 9 ولا 10 بالليل، انا مش هعرف اجيبها، مش هلاقيها.
ليه بقى؟ الامكانيات محدوده شويه. هنا بقى انا عايزه اقول لكم لو الساعه 4 الصبح، الساعه 5 الصبح الفجر يعني، لو احتجت اي حاجه من تحت البيت هنزل اجيبها. يعني كل حاجه متوفره في اي وقت وفي اي مكان، وكل حاجه انا ممكن اتخيلها موجوده. الناس طبعا اللي عاشوا في القرى او اللي عاشوا في الارياف عارفين انا بتكلم في ايه. زائد بقى اللي هو يعني نفسيتك انت بقى، دي اهم حاجه، ان انا اكون عايشه في المكان انا نفسيتي مرتاحه. اذا هبقى بصوا حاسه ان البيت ده هو ان شاء الله يكون هو عشه، بس انا احس ان هو قصر. ليه؟ انا مرتاحه في المكان، حاسه ان انا مثلا مش بفكر في حاجه مضايقاني، مش شايفه حد حواليا بيضايقني، مش مركزه مثلا مع اي حد تاني غير مع نفسي وعيلتي وبس. فانا مش عارفه يعني انا مش عارفه، دماغي ملخبطه. الموضوع مش سهل. ممكن تقولي يا سماح هو الموضوع سهل يا لا، او انت ممكن اللي تاخدي القرار ده انت وجوزك. انا عارفه ان القرار في الاخر وفي الاول ليا انا وجوزي وعيالي، بس انا عايز اخد رايكم. والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا ما طلعت اتكلمت معاكم في الفيديو ده الا وانا ما خليتش حد قريب مني غير وسالته. كل اصحابي وكل الناس القريبين مني، كل الناس اللي تعرفني معرفه شخصيه، كلهم خدت رايهم. ناس كتير هقول لكم بقى النصيحه بتاعتهم، بس مش عشان اغصب عليكم او ان انا اجبركم انكم تبقوا ماشيين معاهم في الراي، لا بالعكس، انا عايز اسمع ارائكم بكل صراحه. قولوا الصح وقولوا الغلط، انا مش هزعل منكم، بالعكس انا عايز اسمع رايكم. انا بتقبل الاراء اصلا، يعني انا دايما يمكن الوحيده اللي في السوشيال ميديا هتلاقوني دايما بقعد اقول قولوا لي رايكم وادوني رايكم. طيب كل الناس اللي حواليا، صحابي قرايبي معارفي، ناس صحابنا احنا وابو مالك كده يعني كل الناس قالوا لي اهم حاجه راحتك. كل الناس قالوا لي اهم حاجه راحتك، شوفي انت مرتاحه فين، شوفي انت عايزه ايه واختاري الاختيار اللي ربنا موفقك فيه. قالوا لي شغلك عيالك اهم حاجه. انا بالنسبه لشغلي قلت لكم شغل هنا زي شغل هناك، بس ممكن الامكانيات اللي هنا مش زي اللي هناك، بس دي حاجه ممكن نعدلها. انا لو احتجت حاجه من البلد اكيد هجيبها، لو احتجت اشتري جديد اكيد هجيب جديد، عشان برضو ابقى مهيئه لكم ان انتوا تشوفوني دايما في احسن صوره او في احسن شكل. حته النفسيه دي بقى اللي مهمه جدا. انا هناك وسط عيلتي وسط عيله جوزي وسط معارفنا وفي بلدنا اللي انا يعني متربيه فيها وكل حاجه، بس انا يمكن ما كنتش مرتاحه فيها بنسبه 100%. انا ممكن ارجع، ان انا ممكن لحد دلوقتي انا لسه ما خدتش قرار، والله العظيم والله العظيم والله العظيم كمان مره انا لسه ما خدت قراري. عشان ممكن ناس تقول لي ايه انت طالعه تعملي فيديو وخلاص وانت اصلا كده كده واخده قرارك وعارفه انت هتعملي ايه. والله 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 انا اللحظه اللي انت بتشوفي فيها الفيديو دلوقتي انا لسه ما خدت قراري. وبالنسبه لابو مالك انا قلت له اعمل ايه، قال لي اللي انت عايزاه. يعني هو للامانه سايب لي حريه الاختيار، اللي هو شوفي انت عايزه ايه وانا معاكي فيه. هو عايز يكمل هنا، والله العظيم انا بكلمكم بكل امانه، هو عايز يكمل هنا وقال لي انا موافق ان احنا نقعد هنا، مفيش اي مشكله. هو شايف ان احنا مرتاحين هنا وشايف ان الدنيا هنا مساعدانا في كل حاجه، شغله وشغلي، الدنيا مرتاحه، كل حاجه احنا مبسوطين هنا، كل حاجه متاحه، العيشه في المدينه غير الارياف وكل حاجه. فهو من ناحيته هو موافق ان احنا نكمل هنا. بس لو انا قلت له ماشي تعالى نروح البلد تاني برضه هو معايا فيها. فهو كتر الف خيره ومش ضاغط عليا في حاجه، هو سايبني براحتي، قال لي اللي انت عايزاه. انا بقى اللي حاسه بتردد صح يا يمن؟ صح؟ عايز ترجع ولا تقعد؟ تقعد ولا ترجع؟ انت مش عارف اي حاجه خالص، انت معايا في اي مكان صح؟ المهم انا بقى اللي متردده، مش عارفه اخد قرار، خايفه بقى، اللي هو خايفه اجي اقعد احس نفسي مش قادره اعيش هنا، لاني مش متعوده ان انا اعيش في مكان بعيد عن اهلي، مش متعوده اعيش في مكان غير اللي انا اتربيت فيه وكبرت فيه. خايفه الموضوع يبقى صعب عليا. فوالله العظيم يا جماعه دي كل الحكايه من البدايه للنهايه، انا مش عارفه اعمل ايه. فبالله عليكم انصحوني، قولوا لي الصح. انا عارفه ان في ناس هتقولي يا سماح خليه، يعني انا هو متوقعه الاراء من قبل ما تكتبوا لي اي حاجه. انا عارفه ان في ناس هتقول لي يا سماح اهم حاجه راحتك واهم حاجه نفسيتك واهم حاجه ان انت مرتاحه في المكان. وعارفه ان في ناس تانية هتقول طالما يا سماح انت مش متعوده ان انت تبقي في مكان بعيد عن اهلك واهل جوزك وكده خلاص ارجعي وخليكي وسطهم. انا مش عارفه اعمل ايه. بالنسبه لموضوع المدارس، انا طبعا موضوع المدارس متوقف على قراري ان انا لو هنقعد هنا يبقى اروح اسحب ورق مالك وساجد من المدرسه عشان اقدم لهم في مدرسه هنا. سالت ناس صحابنا قاعدين هنا على فكره كانوا معانا برضو في البلد،
واتنقلوا هنا. يعني في ناس صحابنا وقرايبنا من البلد او معارفنا، يعني حتى لو مش قرايبنا معارفنا، بس احنا في الارياف المعارف بتبقى قرايب، اللي هو احنا حتى لو من بلد واحده بنعتبر نفسنا قرايب بعض. المهم، فسالت كذا حد قال ان المدارس هنا كويسه جدا، وكمان التعليم فيها احسن كمان من التعليم في القرى. فانا مش عارفه اعمل ايه. ففي كذا حد رشح لنا كذا مدرسه، ده لو احنا طبعا قعدنا. فانا لسه لو يعني اول ما اخد قراري هاخد ابو مالك وننزل على طول نشوف المدارس ونشوف الدنيا ايه. فانا عايزه الحق وقتي علشان خلاص نقعد، يبقى اروح انقل ورق ولادي من المدرسه اللي كانوا فيها انقل لهم في مدرسه تانية. هنمشي او هنرجع بلدنا يبقى خلاص نحاول بقى ان احنا ايه، ننسى فكره ان احنا نقعد هنا ونرجع البلد تاني ونستقر عادي ولا كأن حصل حاجه. فانا عايزاكم تقولوا لي، يعني ادوني رايكم. انا عارفه ان الموضوع بتاعي انا وان الموضوع يخصني انا، بس انا عايزه اسمع رايكم، عايزه اشوف برضو كذا اراء حواليا بحيث ان انا استفاد اكتر، بحيث ان انا عارفه ان انا كده اللي شايفه، انا اللي شايفه ايه الموضوع وايه الصح اعمله، بس انا حابه اخد رايكم. عارفه انكم دايما في نقط ببقى انا ناسياها، في نقط بتبقى واقعه مني، في حاجات ببقى مش واخده بالي منها، انتوا بتصححوا لي الغلط، انتوا ساعات بتنوروا طريقي لحاجه انا مش واخده بالي منها. فانا محتاجه رايكم في الموضوع ده بالله عليكم، لان هو فعلا قرار مصيري وقرار مش سهل. وممكن يبدو لكم ان هو سهل بس هو مش سهل. الاهل طبعا اكيد هيزعلوا ان كان من ناحيتي او كان من ناحيتي، هيتاثروا طبعا ببعدنا عنهم. حاضر، حته بقى الشغل والتصوير والحاجات دي برضه زي ما قلت لكم مقدور عليها عادي، ما فيهاش اي حاجه. هي حته المدارس بس اللي صعبه، بس انا مش قادره اخد فيها قرار غير لما اشوف هعمل ايه. فانا مش هطول عليكم الفيديو اكتر من كده، مش هتكلم كتير عشان يمن زي ما انتم شايفين اهوت او زي ما انتم سامعين عمال يعيط بره. فانا هقوم بقى يا جماعه، مش هطول عليكم اكتر من كده، بس بالله عليكم ما تاثروا معايا في الكومنتات، انا محتاجه رايكم. ولحد دلوقتي زي ما قلت لكم انا ما خدتش لسه قراري، فاكيد سواء كان بالقعاد هنا والاستقرار هنا هتعرفوا، واكيد لو كان برضو بالرجوع هناك هتعرفوا. انا هناك وسط اهلي وسط قرايبي وحبايبي وفي المكان اللي اتربيت فيه وكل حاجه، بس يمكن ما كنتش مرتاحه. و انا بالنسبه لي راحتي اهم حاجه، بس انا مش عارفه اعمل ايه. في حاجات تانية قوي انا كنت بحضر لها وبجهز لها على فكره، بس مش عايزه اتكلم فيها دلوقتي عشان ما بقاش بسبق الاحداث او بتكلم في حاجه لسه بدري عنها. انا يعني حتى كنت بقول لو مثلا في نقله في حياتي من مكان لمكان، يبقى في مكان احسن كمان من المكان اللي انا فيه، يبقى في مكان حتى في نفس المستوى بتاع الشقه اللي انا كنت قاعده فيها، ما بقاش نزلت المستوى اقل. بس مش عارفه، حتى لو انا رجعت هبقى كمان رجعت لفتره بسيطه. يعني حتى لو انا رجعت البلد ممكن اقعد، بس اخري هيكون السنه دي بس. يعني دي حاجه ان شاء الله متاكده منها، هيبقى ان شاء الله لو انا رجعت، لو قرار ان انا ارجع يعني هناك البلد تاني واكمل حياتي وسط اهلي وقرايبي، هيبقى لمده سنه بس. ليه؟ لان انا كنت فعلا في نقله في حياتي هتحصل السنه الجايه باذن الله. فانا كنت بقى القرار السنه اللي لسه دي اقعدها بقى هنا ولا اقعدها في البلد وخلاص زي ما انا كنت قاعده. فمستنيه طبعا رايكم، مش هطول عليكم اكتر من كده عشان مش حابه ان الفيديو اصلا يكون طويل كده. الرساله وصلت وكده انت عرفتوا انا محتاجه رايكم في ايه. فبالله عليكم وحياه اغلى حاجه عندكم، لو بتعزوني ولو بتحبوني اكتبوا لي طبعا تعليقاتكم وارائكم على الموضوع ده بالذات، علشان انا ما عادش عندي وقت وعايزه اخد قرار فيه. لو هنرجع خلاص نرجع، لو هنقعد يبقى اروح الحق ان انا اجيب ورق عيالي واقدم في مدرسه تانية. فانا محتاجه رايكم، قولوا لي لو انتوا مكاني هتعملوا ايه؟ هتبصوا اهم حاجه لراحتكم ولا تبصوا انكم تكونوا وسط اهلكم وعزوتكم وناسكم؟ انا مش متعوده ان انا اعيش في مكان لوحدي، حاسه ان الموضوع ممكن تقولوا لي مثلا ايه هتتعودي وهتاخدي عليه. وفعلا ناس صحابي وناس كتير راحوا دمياط وناس راحوا المنصوره وناس راحوا اماكن كتير حواليا كانوا صحابنا وكانوا قاعدين معايا في البلد والله وجيراني وكل حاجه، ويقولوا لي يا سماح هو الموضوع صعب في اوله بس بعد كده لما تتعودي خلاص هتحسي ان الموضوع سهل وهتقولي يا ريتني مشيت من زمان. دي الكلمه اللي هم قالوها لي. فانا مش عارفه اعمل ايه، فمحتاجه رايكم في الموضوع. وهقرا طبعا الكومنتات بتاعتكم النهارده كومنت، اوعدكم ان انا النهارده قاعده في الكومنتات عشان اشوف رايكم وهردوا عليكم كلكم. فبس كده مش عايز اطول عليكم، اشوفكم ان شاء الله على خير بكره. وطبعا في نهايه الفيديو احب اقول ان سواء كان النصيب في ان انا اقعد هنا واكمل او ان كان النصيب في ان انا ارجع البلد، فاكيد ربنا هو اللي هيختار لي الصح. وانا طبعا يعني دايما عندي ايمان وعارفه ان ربنا دايما بيكبر بخاطري وان هو دايما بيرشدني للطريق الصح. فربنا يا رب يختار لي الصح والافضل باذن الله سواء كان هنا او هناك، المهم ان هو يكون خير ليا ومش اكتر. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو بكره.
مع السلامه. يلا يلا.